السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني. النهاردة هنعمل شاتو الكريم كراميل وشاتو الشوكولاتة بأقل الإمكانيات عندي. بصي، أنا حطيت هنا في الخلاط عشان ما تصورش كوباية لبن وظرف كريم كراميل وادي كوباية سكر. بص المعيار بيبقى كوباية سكر، كوباية لبن، وظرف الكريم كراميل. هياخد ايه؟ كوباية زيت. بس الزيت تعبيه في الكوباية ماشي، بس تحطيه شوية شوية مش كتير، لحد ما تلاقي القوام بتاعها مسك معاكي، يبقى عامل زي الكريمة كده. اول ما تلاقيه مسك وبقى زي الكريمة والخلاط ابتدى يقف منك كده يبقى تمام معاكي. بص هنا انا بحط له شوية بشوية عشان ممكن ياخد الكوباية وممكن ما ياخدش الكوباية على حسب الضربة بتاعته. بصي اهو هنا عندي ما خدش الكوبايه كلها. بصي عايزه القوام زي كده بالظبط. شايفه بينزل من الشفشق ازاي اهو. المعيار ده انا هشيله، يعني هشيل منه كوبايه، هعاير كوبايه واشيلها على جنب، وبقيه المعيار اللي في الشفشق هحط عليه 2 بيضه وظرف فانيليا. لو ما عندكش فانيليا بودره يبقى نقطتين فانيليا سايله زي اللي عندي، ومعلقه خل. يبقى هتحطي على الخليط ده 2 بيضه وظرف فانيليا او نقطتين فانيليا ومعلقة خل صغيرة، وهتخلطيهم. هيبقى القوام معاكي خلاص، بيجي القوام معاكي سايل. بصي دي معلقة الخل اللي هحطها في الاخر. وانا حطيت نقطتين فانيليا سايلة، بس هما ما بانوش في التصوير. بصي وانا بعمل الحاجات دي ببقى مشغلة الفرن عشان تسخن معايا اهو. ادي نقطتين الفانيليا اللي بقولك عليهم اهم جم. المعيار ده هحطه في الطبق اللي انا هكمل فيه بقية المكونات بتاعتي اهي. على المعيار ده بقى في الطبق ده هحط كوباية دقيق واحدة. بصي يعني صينية الكيكة هتاخد كوباية دقيق واحدة، كوباية واحدة، ما تزوديش وما تنقصيش. المعيار اللي بتعملي بيه يبقى واحد، الكوباية واحدة. هضربه. وخلي بالك في كيس كيك شيف حطيته، انتي ما خدتيش بالك منه او ما تصورش. اهو انا كنت دهنه الصينيه مبطناها سمن ودقيق، نزلت الخليط اهو. احطه في الفرن، بس لازم تعمل الحركه دي عشان تطلعي الفراغات اللي فيه والهواء اللي فيها، عشان لما تدخل الفرن تطلع سوا واحد. دي بقى كيكه الشوكولاته اهي. كوبايه لبن، نص كوبايه شوكولاته خام اسباني، لازم اسباني، لا اما العلب اللي بتبقى بره، وكوب سكر. وانا بحط له الكيس ده علشان بيديني مزازة البندق فيها. وبحط فانيليا وبضرب على كده، وبعد كده بحط لها الزيت زي ما بقولك شوية بشوية، مش كل مرة واحدة، لحد ما القوام بتاعي يبقى زي كده اهو. بشيل الكوباية منه، معيار كوباية منه، بحطها على جنب. وباقي الخليط بكسر عليه برضو بيضتين ونقطة فانيليا ومعلقة خل وبخلطه اهي. يعني بصي اسهل طريقة ممكن تلاقيها في الوصفات كلها طريقتي دي اهي. بصي الخليط بيجي سايل. على الخليط ده هنعمل زي المرة اللي عدت بالظبط، كوباية دقيق وكيس كيك شيف بس، فقط لا غير، مفيش حاجة تاني بتتحط اهو. لازم ننخل كوباية الدقيق على الاقل، هو ما فيهوش حاجه، بس على الاقل علشان تطلع منه الهواء. بصي وادي كيس الكيك شيف المره ده هو تصور. بكون برضو مبطنه الصينيه بتاعتي بسمن ودقيق، بنزل بالخليط بتاعي وبحطه في الفرن. بتكون سخنه مسبقا، يعني انا مشغله الفرن قبل ما ابتدي. تمام اهو. بطلع منها الفراغات. ادي الصينيه الاولى طلعت اهي معايا. هسقيها نص كوبايه لبن ومعلقتين سكر
بعد كده هنزل بالخليط اللي انا كنت شايلاه على جنب اهو، والكيس الكريم كراميل اللي بحطه على الوش بعمل بيه اشكال، اظن الناس كلها بتعرف تعمله. وادي كيكه الشوكولاته طلعت، وبرضك هعمل فيها زي المره اللي عدت وهسقيها نص كوبايه لبن مع معلقتين سكر. ده ليه؟ ده علشان يخلي الكيكه طريه، ما تبقاش ناشفه معاك ومفروله. هي على فكره بتبقى طريه بس ده بيديها طراوه اكتر اهو. وبعد كده هنزل بايه؟ هنزل بالكوبايه الخليط اللي انا شايلاها على جنب اهي، هسويها على الوش وبعد كده هقطعها وكده اهو. يبقى كده احنا عملنا صينيه الكيك شاتو الكريم كراميل وشاتو الشوكولاته بأقل الامكانيات وحاجات على قد ايدك وحاجاتك من بيتك اهو. والله هتفرح اولادك وهتدفي بيتك بتشغيلك للفرن، وهتبقى زي الفل في الشتا دي مع كوباية شاي بلبن او كوباية نسكافيه لو بتحب النسكافيه اهو. بسم الله ما شاء الله عليهم، شايفين طالعين عاملين ازاي؟ عايزاك تقومي وتشجعي وتشطري وتعملي لاولادك وبأقل الامكانيات. وما تنسينيش في اللايك والاشتراك وكومنت حلو منك، بالله عليكي تشتركي لو شفت الفيديو ده وطلع لك، وتعملي اشتراك ولايك وكومنت حلو وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. شايفه هشاشتها؟ شايفه الطراوه بتاعتها؟